لو حاسة ان يومك بيخلص وانتي مش عارفة عملتي ايه، وانك طول الوقت مشغولة بس جواكي احساس انك واقفة مكانك، استني قبل ما تلومي نفسك. يمكن المشكلة مش انك محتاجة تعملي اكتر، يمكن انتي محتاجة تعيشي يومك بطريقة مختلفة. لان ساعات احنا بنفتكر ان الحياة المرتبة معناها اننا ننجز طول الوقت، نصحى بدري، نعمل كل المهام، نهتم بنفسنا ونهتم بالبيت ونحقق اهدافنا. وفي وسط كل ده بننسى سؤال بسيط جدا: هو احنا اصلا عايزين نعيش اليوم ده ازاي؟ وعلشان كده النهاردة مش هديكي قائمة مثالية من العادات لازم تعمليها كلها من بكرة. هنعمل حاجة مختلفة، هشاركك عادات صغيرة جدا لكن فكرتها مش انها تخليكي مكنة انجاز، فكرتها انها تخلي يومك اهدى واوضح واقل فوضى. ولو طبقتي 2 أو 3 منهم بشكل ثابت، ممكن تكتشفي ان المشكلة ما كانتش في قلة وقتك، كانت في طريقة استخدامك للوقت والطاقة. فخليكي معايا للآخر، لأن آخر عادة تحديدا من العادات اللي بنستهين بها جدا، مع إنها ممكن تغير إحساسك باليوم كله. وأول عادة معانا وهو إنك تسألي نفسك إيه المهم النهاردة قبل ما تمسكي الموبايل وقبل ما تدخلي في دوامة الرسايل والسوشيال ميديا. اسألي نفسك سؤال واحد: ايه الحاجة اللي لو عملتها النهاردة أحس إن اليوم مراحش هدر؟ مش 15 مهمة، مش قايمة طويلة تخوفك من الصبح، حاجة واحدة أساسية. ممكن تكون مذاكرة، ممكن تكون شغل، أو ممكن ترتيب جزء معين من البيت، ممكن حتى إنك تخلصي حاجة مأجلاها من فترة. لأن المشكلة إننا أحيانا بنبدأ اليوم ب20 هدف، فنخلص اليوم وإحنا عملنا حاجات كتير لكن الحاجة المهمة نفسها لسه مكانها. فبدل ما تسألي هعمل ايه النهاردة، جربي تسألي ايه أهم حاجة تستاهل طاقتي النهاردة. والسؤال ده لوحده بيغير طريقة ترتيب اليوم. وتاني عادة معانا: اعملي بداية هادية بدل بداية مزدحمة. عارفة أول 10 دقايق بعد ما تصحي كتير مننا بيبدأها بالموبايل، رسالة، فيديو، ستوري، خبر، وبعدها فجأة تلاقي دماغك دخلت في حياة عشرات الناس قبل ما تبدأي حياتك أصلا. جربي بدل ده تعملي بداية هادية، اغسلي وشك، اشربي حاجة بتحبيها، صلي لو وقت الصلاة حضر، افتحي الشباك ورتبي مكان نومك بسرعة، وخدي دقيقتين تفكري في يومك. والفكرة هنا انك ما تخليش اول حاجة تدخل دماغك هي الفوضى، انت اللي تبدأي يومك مش الموبايل هو اللي يبدأهولك. وتالت عادة: ما تسيبيش الفوضى الصغيرة تكبر. في حاجة غريبة بتحصل في البيت: كوباية هنا، هدوم على الكرسي، شنطة مرمية، حاجة مش في مكانها، حاجات صغيرة جدا. لكن لما كل الحاجات الصغيرة دي تتجمع، فجأة البيت كله بيبقى محسسك ان في حاجة غلط. عشان كده بدل ما تستني يوم التنظيف الكبير، اعملي ريستارت صغير خلال اليوم، 5 دقايق فقط. رجعي الحاجات لمكانها، ولمي الحاجة اللي اتثابت، ورتبي السطح اللي قدامك. مش لازم البيت يبقى مثالي، لكن خلي الفوضى ما تلحقش تكبر. وده فرق كبير بين بيت محتاج مجهود ضخم عشان يرجع مرتب، وبيت يحتاج لمسات بسيطة طول اليوم. رابع عادة: ما تخليش كل حاجة تدخل في دماغك. دي من العادات اللي انا شايفاها مهمة جدا في زماننا ده. مش كل رسالة لازم تردي عليها فورا، مش كل خبر لازم تعرفيه، ومش كل مشكلة تخص حد لازم تحليها، ومش كل رأي على الانترنت لازم تعرفي ان كان مناسب ليكي ولا لا. لان طاقتك العقلية محدودة، ولو قضيتي يومك في استقبال مشاكل وآراء وأخبار ومقارنات، هتوصلي آخر اليوم وانتي مش عارفة ليه تعبانة، مع انك يمكن ما عملتيش مجهود جسدي كبير. فتبدأي تسألي نفسك: هل الحاجة دي تستحق مساحة من دماغي؟ لو الإجابة لأ، سيبيها تعدي. خامس عادة: اعملي حاجة واحدة لنفسك كل يوم. وده مش معناها انك تعملي شوبينج، ممكن جدا تكون حاجة صغيرة: تقري كام صفحة، تعملي مشروب بتحبيه، تهتمي ببشرتك، تمشي شوية، تسمعي حاجة بتحبيها، تقعدي 10 دقايق من غير ما حد يطلب منك حاجة. المهم ان يكون عندك كل يوم وقت مش مربوط بإنجاز شيء للآخرين. لأن في فرق بين انك تكوني إنسانة مسؤولة وبين انك تنسي نفسك تماما في وسط المسؤوليات.
سادس عادة، ما تستنيش المزاج عشان تبدأي. دي واحدة من أكبر الحيل اللي بنعملها في نفسنا. نقول لما أكون عندي طاقة هبدأ، لما نفسيتي تتحسن هرتب، لما أتحمس هبدأ أذاكر، لما أبقى فاضية ههتم بنفسي. لكن الحقيقة إن الحماس مش دايما بيجي الأول، أحيانا البداية هي اللي بتجيب الحماس. اعملي الحاجة لمدة 5 دقايق فقط، مش لازم تكملي ساعتين. قولي هبدأ بس. وفي أوقات كتير هتكتشفي إن أصعب جزء ما كانش المهمة، كان لحظة البداية. سابع عادة، خلي عندك وقت من غير شاشة. مش هقولك اقفلي الموبايل 8 ساعات، لأن ده غير واقعي بالنسبة لمعظمنا، لكن اختاري وقت محدد في اليوم يكون فيه الموبايل بعيد. وقت الأكل، قبل النوم، وقت القعدة مع أهلك، أو حتى أول نص ساعة من يومك. لأن المشكلة مش بس في الوقت اللي بنضيعه، المشكلة ان كتر الانتقال من فيديو لفيديو ومن تطبيق لتطبيق بتخلي دماغك طول الوقت في حالة استقبال. فجربي كل يوم تعملي مساحة صغيرة ما يكونش فيها نت ولا موبايل، هتتفاجئي قد ايه الهدوء نفسه بقى شيء محتاج تدريب. تامن عادة، جهزي بكرة قبل ما تنامي. قبل النوم ب10 دقايق فقط اعملي حاجة بسيطة جدا. بصي على بكرة، ايه اهم حاجة؟ هتلبسي ايه الحاجة اللي لازم تخلص، اللي ممكن يتجهز من دلوقتي. حضري شنطتك، جهزي ملابسك، اكتبي اهم مهمة، رتبي المكان اللي هتبدأي منه الصبح. الفكرة مش انك تتحكمي في كل دقيقة من بكرة، لان الحياة مش بتمشي كده. الفكرة انك ما تبدأيش اليوم من الصفر. تخلي الفرق بين انك تصحي وتفضلي تسألي هعمل ايه، وبين انك تصحي وانتي عارفة اول خطوة. فرق صغير لكن مريح جدا. تامن عادة، اتعلمي تقولي مش دلوقتي. ودي من اصعب العادات، لاننا احيانا بنقول لكل حاجة وبعدين نستغرب ليه وقتنا خلص. ممكن تعملي ده، ممكن تيجي معايا، ممكن تردي دلوقتي برضو، لحد ما اليوم يبقى مليان بحاجات معظمها مش اولوياتك. مش معنى انك تقولي مش دلوقتي انك انانية. ممكن تكوني ببساطة بتحافظي على طاقتك. قولي مش هقدر دلوقتي، ممكن بعدين، او مش مناسب ليا الفترة دي. مش لازم تبرري نفسك طول الوقت. وصلنا للعادة الأخيرة، متحاوليش تغيري حياتك كلها في يوم واحد. ودي أهم نقطة عايزاكي تخرجي بيها من الفيديو. انتي مش محتاجة تصحي بكرة وتطبقي ال10 عادات كلها، ولا محتاجة تعملي جدول مثالي، ولا محتاجة تبقي نسخة جديدة من نفسك يوم الاثنين الساعة 7 الصبح. اختاري عادتين فقط، واحدة تخلي يومك أهدى، وواحدة تخليها أكثر ترتيبا. اعملي لهم أسبوع، وبعد ما يبقوا أسهل زودي حاجة تالتة. لأن التغيير الحقيقي غالبا مش بيحصل في لحظة حماس كبيرة، بيحصل في حاجات صغيرة بتتكرر لحد ما تبقى جزء من شخصيتك. فلو كنت داخلة الفيديو وانت حاسة ان حياتك محتاجة ريستارت كامل، عايزاكي قبل ما تقومي تعملي 20 حاجة تسألي نفسك ايه الحاجة الصغيرة لو غيرتها من بكرة هتخلي يومي أهدى. اختاري واحدة بس، وبعدين اكتبيها في التعليقات. ومش عايزاكي تكتبي قايمة طويلة، اكتبي عادة واحدة بس تبدأي بيها، لأن يمكن واحدة تانية تقرأ تعليقك وتبدأ هي كمان. ولو الفيديو ده حسسك انك مش محتاجة تضغطي على نفسك اكتر، لكن محتاجة تفهمي نفسك وتنظمي حياتك بطريقة اهدى، اعملي لايك واشتركي في القناة، وشاركي الفيديو مع واحدة صاحبتك محتاجاه. سلام.